هيمد ايده عليا. ده اقل واجب يا حبيبتي، ده اقل واجب. جوزي بيشتغل في شركة ومديره كان حاطه في دماغه، ودايما بيعمل معاه مشاكل وبيتخانق مع جوزي في الشغل، وتقريبا كان عايز يخلي جوزي يمشي من الشغل. تمام. المهم انا اتقربت للمدير. مش فاهمة اتقربتي له بأي معنى يعني؟ مش مفهومة دي. المهم انا اتقربت للمدير بتاع جوزي ده، واتكلمت معاه وخرجنا مرتين ثلاثة مع بعض. هو في كده؟ مرتين ثلاثة مع بعض، وبالفعل طريقته اتغيرت مع جوزي وبقى بيعامله كويس في الشغل. من كام يوم بقى جوزي عرف اني بتواصل مع مديره واتخانق معايا، ووصلت انه كان هيمد ايده عليا. ده اقل واجب يا حبيبتي، ده اقل واجب. هيمد ايده عليا، وسبت له البيت ومشيت. بالله عليكم انا غلطت في ايه؟ ده بدل ما يشكرني اني بحافظ له على شغله يعمل معايا كده. لا والله يعديك العيب بصراحه، ده انت كده بنت اصول يعني. بصي انا ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتقولي ايه؟ انت عارفه يعني ايه اللي انت بتعمليه ده اصلا؟ انت كده مشيتي مع حد غير جوزك. بغض النظر بقى اصل يحافظ على بيته وما يحافظش على بيته، انت بتفكري ازاي؟ ردوا عليها يا جماعه في الكومنتات، انا بجد يعني مش عارفه اقول لها ايه.